ماري كنعزي الحصة ديالو من هذا البرنامج، وانه وقعت له فعلا سكتة قلبية، يعني ازمة قلبية، وعيطوا لسيارة الاسعاف. الطبيب اللي كان تما يعني جارو بداو تيقلبوا، لقاو بانه تصعب عليه يتنفس، والقلب ديالو مازال كيضرب، ولكن فقد الوعي ديالو. عيطوا لسيارة الإسعاف. ملي جات سيارة الإسعاف بعد 30 دقيقة وهما كيحاولوا يخليو القلب ديالو يعني كيضرب، وكيديروا الحركات ديال عطيو التزويد ديالو بالأكسجين من الفم للفم، والحركات ديال واحد المجهود يدوي اللي كيدير داك الطبيب باش يبقى القلب ديالو كيضرب. ملي جات سيارة الإسعاف بعد 30 دقيقة غادي يطلعوا للسيارة ما بقاش فيها الأكسجين. اضطروا ينتظروا سيارة إسعاف ثانية، وملي جات سيارة الإسعاف الثانية بقاو فيها غير شوية الأكسجين اللي بقى في القرعة. إذ مشاو بهكاك المصحة تيقلبوا على المصحة في المحمدية، لقاو المصحة الأولى ولكن ما فيهاش بلاصة. على ما انطلقوا عاود تيقلبوا في مصحة ثانية، داموا الأمانة أمانتهم. إذن طبعا حنايا مسلمين وتنآمنوا بالأجل وتنآمنوا بالساعة، وتنقولوا ملي كيجي الانسان الساعه ديالو يعني ما كيستقدم ولا يستاخر، ما كيمكنش، هذاك هو الاجل ديالو. ولكن الانسان تيخصو يقوم بالواجب ديالو والعمل ديالو على احسن وجه. كيف يعقل ان سياره الاسعاف تكون غير مزوده بقنينه ديال الاكسجين او قنينتين؟ وهنا فين تنحيي الناس ديال الوقايه المدنيه اللي من بعد تقصي انا بحثت وشفت وقيل بانه السيارات يستحيل السياره ديال الوقايه المدنيه تكون غير مزوده بقنينات الاكسجين، والمسائل اللي هي ضروريه لتنقل في حاله اسعاف استعجاليه ديال المريض. يعني كاين ضابط ديال الوقايه المدنيه خاص غير بهاد السيارات خبشات. السياره ديال الوقايه المدنيه تيدير تقرير للخبشه، يعني ما يمكنش تكون سياره اسعاف. فلهذا سياره الاسعاف سولت وبحثت لقيت بان سياره الاسعاف اللي تحركت هي سياره تبع وزاره الصحه. فمره اخرى كتبين لنا منظومه الصحه ديالنا بانها ضعيفه جدا ولا ترقى الى مستوى الانسان المغربي والمواطن المغربي. فحرام استخفاف بهذه المسؤوليه وبالامانه اللي معطيه الناس اللي مسؤولين على هذا القطاع، ما يكونش عندهم تتبع عن قرب لهاد سيارات الاسعاف باش حتى تكون شي تدخل سريع جدا في واحد الازمه معينه تكون سياره في المستوى. نتمنى نكون انا غلط، ونتمنى ان وزاره الصحه دير تحقيق ودير بحث في هذا الملف هذا وتشوف واش فعلا كاين خطا، واش كاين تقصير ولا ما كاينش تقصير. حيت اذا كاين تقصير اكيد غيكونوا اجراءات قضائيه وقانونيه لمتابعه المقصر، لان هذه يمكن نسميوها كاع يعني قتل غير العمد، قتل ليس بالخطا ولكن التقصير الذي ادى الى الوفاه بحال